قدرت تسقط مناورات ولا تسقط مؤامرات خارجية الشعوب، وهذه قرارات شجاعة مو شعبوية. كاين اللي يقدر يخدم كما كانوا في السابق قرارات شعبوية، دفق لهم وخلي كي تخلص الخزينة يكون خلص العهدة تاعي ما يهموش واش يخلي وراها. الرئيس تبون كي وصل لدرس القضية وقف النزيف تاع العملة الصعبة ومنع استيراد اللي ما تكونش في اطار قضايا، يعني قضايا استراتيجيه للدوله نفسها. تروح تجيب لي الشيبس وتجيب لي البقلاوه وتستورد لي كذا غير في الكماليات. وهذا احنا الاخر فينا اخر الجزائريه تصنع هذه الاشياء. يا اخي حتى جابوا على الاخر عاد تسمعوا بالقصه تاع لي كونتينر اللي نفرغوهم لقوا فيهم الكرافي. الكرافي جابوها من الصين. بالكارير تاع العناية يدفقوا فاتكا تصير فاتكا. هو علاش جاب هذوك باش يبرد الدراهم اللي دا فقط. وحسوا بلي بلاد السيبت راحت. 2013 باش يكون في عندكم استيراد الكماليات اسقاط ب 13 مليار دولار. ميزانية تاع دولة. هادو ما استفدنا منهم ولا شيء. 2014 نفس الشيء. دونك خدا قرار قال توقف، وهذا قرار شجاع وشجع الجزائريين والجزائريات على الاستثمار وعلى الانعاش الاقتصاد الوطني خاصة الشباب. يعني كان الملف تاعو الهم الكبير هم الشباب. وصول الى المنحة اللي اقرها للشباب. لكن المنحة هذيك اللي داو الشباب رد الفعل ما كانش، يعني على الاقل كيما يقولوا رد الجميل. وهذه هضرها هو قال لك كيف هذا، يعني هذا القرار كيما هذا ما يعلقوا عليه لا شباب لا صحافه لا احزاب لا والو، وكانه ما كانش. قال تعطيني نكل تحبس عليا نعيط عليك. قال على الاقل يدرس من الناحيه الاجتماعيه، نعرفوا نسبه البطاله في الجزائر. هذه كلها قرارات اتخذت ولازم الشجاعه باش تاخذ هذا القرار. ولو كان ما اخذاش قرار تاع توقيف هذا النزيف، احنا اليوم كنا رانا في يد صندوق النقد الدولي.